السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل معايا إن كل أكواد اللي بنعملها في السي اس اس نقدر نعوض عنها بكلاس بسيط جدا يتكتب في صفحة ال HTML، نعمل بيها شغل جميل جدا عن الكالرز، ويوفر علينا أكواد كتيرة قوي في الكالرز. ده ممكن نعمله بلمسة بسيطة جدا من البوت ستراب، بإن إحنا نحط كلاس الكالرز او الكلاسات اللي تخص الكلر في الكود بتاعنا في ال HTML، ونوفر بيه شغل ال CSS كله. كمل معايا الفيديو للاخر، هتقدر تعرف تريكات جميله بستخدمها انا في شغلي، بتوفر عليا وقت وجهد. تابعنا في كود فيرس اكاديمي عشان تقدر تشتغل برمجه بشكل احترافي، تطور بيه نفسك وتطور بيه شغلك. كمان ما تنساش السبسكرايب. كمان هتلاقي كل لينكاتنا على السوشيال ميديا موجوده في الديسكريبشن. حضر نفسك وجهز لابك، يلا بينا نبدأ. الكلاسات اللي هناخدها النهارده هي كلاسات الكالر. والكالر حاجه من الحاجات الاساسيه اللي موجوده في البوت ستراب، هو عاملها لنا وجهزها لنا، بنقدر نشتغل بيها على الكالر اللي موجوده عندنا في السي اس اس. في كلاس الوان جاهزه في البوت ستراب، فتعالوا نشتغل على الالوان دي، بان احنا هنكتب مثلا H2 كده، وهنكتب وودفيرس اكاديمي، وهنيجي هنا نعمل كلاس، واجي اقول له تكست شرطه دارك. ادي اول لون من الالوان اللي عندنا، اللي هو اللون الاسود الفاتح شويه او الرمادي الغامق قوي. هنكرر الكود ده، وبدل كلمه دارك هقول له انا عايز اعملها سكندري. هتلاقي ان درجه اللون خفت معايا، بقت درجه من درجات الرمادي اقل شويه. هاجي هنا اقول له انا عايز اعملها دينجر، هتلاقيها اتلونت باللون الاحمر. هاجي هنا اقول له سكسس، تلاقيها اتلونت باللون الاخضر. هغير سكسس لورنينج، تلاقيها اتلونت باللون البرتقاني. هكرر تاني واقول له برايمري، تلاقيها اتلونت باللون الازرق. هكرر تاني واقول له انفو، تلاقيها اتلونت بدرجه من درجات الازرق ولكن افتح بشكل مختلف شويه. هكرر تاني واقول له لايت LIGHT، هتلاقيها دلوقتي هي اختفت. لا، هي ما اختفتش، هي موجوده اهي، بس لان الخلفيه بيضه وهي مايله للابيض، فهتلاقي ان اللون ما بانش. فهنا انا ممكن اعمل حاجه جميله جدا، ان انا اقول له بي جي. بي جي اختصار لكلمه باك جراوند. بي جي شرطه دارك، وهنلاحظ ان الخلفيه بقت باللون الدارك، والكلام باللون الابيض اللي هو اللايت. هو مش ابيض على فكره، مش ابيض صرف، هو درجه من درجات الابيض. تمام. آه لو خدنا بالنا هنا، انا عملت ده ببي جي اللي هي الباك جراوند. وده معناه ايه؟ معناه ان الالوان عندي ليها معاني وليها استخدامات. المعاني بتاعتها دارك اللي هو اللون الغامق ده، دي الدرجات بتاعتها، كل درجة ليها معنى. دارك اللي هو اللون الغامق، سكندري افتح شوية، دينجر معناها ان في خطر، بنستخدمها لما يبقى عندي اليرت ان انا انبه اليوزر ان في خطر عنده. مدخل بيانات غلط، عامل لوجين غلط مثلا، اليوزر نيم والباسورد مش مكتوبين صح، فيطلع له لون خطأ. عمليه الدفع ما تمتش بنجاح لو هو في بيمنت جيت، عمليه الدفع ما تمتش بنجاح. السكسس معناه ان العمليه تمت بنجاح، زي ان هو دفع الفلوس والفلوس اتحولت عن طريق البيمنت جيت، عن طريق الفيزا او ايا كانت، او ان هو عمل لوجن على الصفحه بتاعته فيقول له ان هو تم الدخول بنجاح على الصفحه بتاعته. وورنينج معناها ان انتبه، انت هنا في حاجه
لازم تعملها. خلي بالك انت هنا لازم تعمل حاجه. برايمري درجه الالوان الرئيسيه. معنى كلامي ايه؟ ان كل لون من الدرجات اللي عاملها لنا البوت ستراب هي درجه من درجات الالوان اللي ليها معاني. لو انا دخلت كليك يمين وعملت انسبكت كده، تعالوا نكبر الصفحه وندخل على، ممكن نقفل ده. ده الستايل اهو. لو جينا دوسنا على اي واحده كده، وليكن اللي هي اللي باللون الاحمر دي، هتلاقي بيقول لك التكست دينجر، اللي هي جاي من البوت ستراب. تكست اوبستي 1، يعني الاوبستي بتاعي مفيش اوبستي خالص، هو لاغي الاوبستي، لان 1 معناها ان مفيش اوبستي. الكالر بتاعي هو درجه من درجات الاحمر، واخده اللون ده واخد تنسيق امبورتنت، يعني لازم ينفذ الكود ده. الاكواد دي مين اللي عملها لي؟ الاكواد دي اللي عملها لي البوت ستراب. واحنا عرفنا ان البوت ستراب بتاعي اتحط ازاي. اتحط عن طريق لينك البوت ستراب اللي خدناه في اول محاضره، وهسيب لكم لينك المحاضره على الديسكريبشن للفيديو بتاعنا، والسكريبت طبعا بتاع البوت ستراب. طيب يبقى انا عرفت درجات الالوان. نبدا نعرف بقى الحاجه التانيه اللي هي ايه؟ ان الالوان دي هتتحط فين. فانا هنا عامل تكست. تكست ده معناه ان انا هلون النصوص، لكن انا ممكن اعمل حاجه زي سيكشن او ديف. لو انا جيت عملت سيكشن او ديف وابتديت اديله درجات الوان، فهاجي اقول له كلاس، واجي اقول له في الكلاس ده انا هعمل بي جي باك جراوند شرطه وورنينج كده، وهاجي هكتب هنا كلام، اي كلام بالمنظر ده كده. فهنلاقي ان الكلام جاي باللون الاسود، والخلفيه بتاعته آه اللي هو اللون الورنينج اللي هو اللون البرتقاني. فكده انا اقدر استخدم الباك جراوند بتاعتي باي لون من الوان البوت ستراب اللي هو بيديهاني. فممكن نغير كده ونخلي دي مثلا انفو، ممكن نغير ده ونخليه مثلا سكسس بالمنظر ده كده. فكل لون من دول هيبدأ يديني شكل مختلف في الصفحة بتاعتي. فهنا انا بقدر اتحكم في الالوان بشكل قوي جدا. طيب الالوان بتاعتي دي انا اقدر استخدمها مع حاجات كتيرة. يعني انا هنا عامل التكست، هنا عامل باك جراوند، ممكن كمان يبقى عندي كده باتن. والباتن ده هقول له مثلا هكتب فيها كلمة سيف مثلا، وهبدأ اديله كلاس، وهقول له بي تي ان شرطة وليكن دينجر. هنلاحظ هنا ان اللون هنا ما تلونش. طب ليه؟ لان انا هنا شغال على باتن واديته اللون بس انا ما اديتش تنسيقات الباتن بتاع البوت ستراب نفسها. فهقول له هنا بي تي ان كده، وبعد كده هقول له بي تي ان دينجر، فهتلاقي راح واخد التنسيق بتاع البي تي ان الاول اللي هو كلاس الباتن، وهنعمل عنه حلقة كاملة. وبعد كده اديته اللون. وهنا دي تركاية لازم ناخد بالنا منها كويس جدا، ان درجات الالوان مش هتشتغل لو انت مش عامل حاجتك صح. يعني في بعض الحاجات اللي لازم تاخد الحاجة بشكل مظبوط، بشكل صحيح. طب انا لو جيت عملت حاجة زي كده ديف، والديف ده قلت له كلاس، جيت قلت له alert success، وجيت هنا في الديف كده قلت له يو كده مثلا، فهنلاقي هنا ان مفيش اي تأثير. قال لك ما هي نفس الفكرة، انا لازم اعمل هنا alert، اعمل اليرت، وبعد الاليرت اعمل اليرت سكسس. ودي التركايه اللي احنا بنتكلم فيها، ان لازم وانا بعمل الالوان بتاعتي
في بعض الحاجات اللي هتشتغل معايا بشكل مباشر، وفي الحاجات اللي لازم ابقى انا عامل تنسيق البوت ستراب بتاعها اصلا، زي تنسيق بالنسبه للباتن كلاس البي تي ان، وبالنسبه للاليرت بعمل تنسيق الاليرت. كويس. الحاجات دي مهم جدا ان احنا ناخد بالنا منها، لانها هتاثر في الكود بتاعنا. جميل جدا. في حاجات بقى تانية زي كده، لو انا جيت عملت ديف، والديف ده قلت له بلس، او ممكن نعملها في باتن هتبقى باينه اكتر. تعالوا نعمل باتن، نكرر الباتن ده كده، وهاجي اقول له باتن شرطه تركايه تانية هناخدها معانا دلوقتي، اوت لاين دينجر. شايفين الفرق ما بين الاثنين؟ ده هنا بي تي ان دينجر، ده هنا بي تي ان اوت لاين دينجر. شايفين الفرق؟ فرق رهيب جدا. هنا انا بعمل اطار للصوره، ممكن نعمل بي ار عشان ننزل سطر الحاجات ما تبقاش لازقه في بعض كده اهو. لو خدنا بالنا هنا ده الزرار اللي معمول ببي تي ان دينجر، ده الزرار اللي معمول بي تي ان اوت لاين دينجر. لما نيجي نبص على الفرق ما بينهم هما الاثنين في الانسبكت، هندوس على الزرار ده، نقف على اول زرار عندي، هنلاقي بيقول لك ان البي تي ان دينجر واخد اللون الابيض مع لون احمر، واخد شويه الوان زي ما حضراتكم شايفين كده. طب لو وقفنا على الزرار الثاني اللي هو الزرار ده، الزرار الثاني هنلاقي ان هو واخد الوان مختلفه بشكل مختلف، وواخد اطارات، واخد هنا بوردر، واخد هنا بوردر. فده معناه ان انا اقدر انسق الحاجات بتاعتي بشكل مختلف بناء على كلاسات البوت ستراب اللي هو مديهاني. كويس. كل دي حاجات البوت ستراب بيديهاني جاهزه بكلاسات بسيطه جدا عندي في الكود. ممكن اعمل كمان تريكه في في الكود بتاعي، ان انا اعمل حاجه زي كده ديف، وهنكتب هنا لوريم، ندوس انتر كده نخليه يكتب لنا كلام كتير، وهاجي هنا هعمل كلاس وهقول له تكست برايمري، يعني انا عايز النص بتاعي يبقى ازرق، شرطه فيزز. هتلاقي ان درجه اللون الازرق اختلفت. بصوا كده الفرق ما بين الاثنين، يعني هنعملهم كده، هنخليهم هما الاثنين موجودين، ونعمل واحده برايمري بس، ونعمل واحده انفيسز بالمنظر ده. شايفين الفرق ما بين درجات الالوان؟ درجات الالوان في فرق ما بين الازرق ده وما بين الازرق ده، ما بين ده وما بين ده. طيب، هاجي عند مثلا الاولاني، هقول له انا عايز اعمل بي جي خلفيه، الخلفيه دي هي كمان برايمري. فطبعا الالوان هنا بقت صعبه جدا، بس انا هقول له هنا انا هزود حاجه في اللون، هعمل حاجه اسمها سب تي ال اي. فشايفين دلوقتي درجه اللون الخلفيه اختلفت. كل دي درجات الوان في البوت ستراب، كل دي درجات الوان في البوت ستراب. تعالوا تحت نعمل البي جي دي ونشوف تاثيرها ايه عندي هنا. نفس درجه اللون، بس اللون الازرق هنا غير هنا، فالحاجه باينه بشكل اقوى. ممكن نعمل بي ار ما بين الاثنين عشان تبقى باينه اكتر، وكمان ممكن نعمل بي ار كده اهو. فطبعا واضح الفرق ما بين درجات الالوان دي ودرجات الالوان دي، كل ده بسبب كلمه انفيسز. طب هنا انا ممكن كمان اعمل ايه؟ قال لك ده انت ممكن كمان تعمل بوردر.
ممكن كمان تعمل بوردر، ان انت تقول له بوردر، انا عايز اعمل بوردر، فيبدا يحط البوردر، بس البوردر مش هيبان من غير ما نديله لون. فهقول له بوردر شرطه برايمري، بوردر شرطه برايمري، وهنيجي في البرايمري دي هقول له هسيبها زي ما هي، لكن هاجي في اللي تحت ده هعمل كده واقول له سب تي ال اي، سب تي ال اي. فطبعا واضح الاختلاف ما بين الاثنين. واخدين بال حضراتكم؟ كل دي حاجات انا اقدر احطها في الالوان بتاعتي. دي كده تجميعة لفكرة الكالر في البوت ستراب. وطبعا كل ده موجود في الدوكيومنتيشن، اوريه لحضراتكم. الدوكيومنتيشن بتاع البوت ستراب نفسه موجود فيه كل حاجة بتخص الالوان بالنسبة للبوت ستراب. وطبعا هنسيب لينك الدوكيومنتيشن في الديسكريبشن تحت. يا رب المحاضرة تعجبكم، ما تنسوش الشير واللايك للقناة والسبسكرايب. سلام عليكم.